لك كده انت لابس يعني انضف مني واحسن مني. كنت عايز اقول لك انت مش منظر شحات، ده انا اللي جنبك شحات. الصلاة على النبي ب 20 جنيه الجوافة يا بناتي يا باشا. السلام عليكم. بناتي وعسل ابيض. سلام ورحمة الله وبركاته. تاخد التليفون ده وتديني كيلو جوافه؟ تليفون؟ اه. انت جاي تشتغلنا على الصبح ولا ايه؟ صباحك قشطه، اتكل على الله. لا يا صاحبي والله عايز كيلو جوافه مش معايا فلوس. طب وانت عايز كيلو جوافيه وانا ما بشتريش تليفونات، انا بتاع جوافيه. معلش يا صاحبي زي بعض، انا زي الصلاة اخوك. على النبي. قلت له يابا انا زي اخوك زي بعض والله، مش معايا فلوس وعايز كيلو جوافه. عايز كيلو جوافيه؟ اه. طيب يا صاحبي ماشي، انا ما عنديش انا الكلام دوت. انت جاي تسوقها عليا ولا ايه؟ اه والله يا صاحبي، امال ايه بقى يا صاحبي؟ بس وانت- هو ظرف بقى معلش. ما هو انت ظرف. اه ظرف ايه يعني يا صاحبي؟ والله يا صاحبي. يعني ايه ظرف يا صاحبي؟ انا صاحبي عمل حادثه وعايز اروح له باي حاجه ومعيش فلوس ولازم اروح له المستشفى. عايز تروح له المستشفى؟ اه. يعني انت عايز كيلو جوافيه لصاحبك في المستشفى؟ اه والله. طب يا عم انا هديك كيلو الجوافيه من غير ما تبيع التليفون بتاعك وخليه في جيبك يا صاحبي. وانا هديك احلى كيلو جوافيه وهديك يا عم كمان احلى كيلو برتقال. طب خد التليفون حقه. لا يا عم انا خلي تليفونك معاك يا صاحبي. ده كتير ده يا صاحبي، انا عايز. تسوق عليا؟ لا والله. ماشي يا صاحبي. ده يا صاحبي كيلو الجوافيه اهو. خد خلي يا صاحبي تليفونك معاك التليفون. اهو. خد يا عم كمان كيلو برتقال اهو. خلي التليفون معاك يا صاحبي حبيبي يا صاحبي عشان اعرف خلي اخد تليفونك الحاجه. خلي معاك. التليفون معاك. لا انا خلي تليفونك معاك، ولو انت عايز حاجه كمان يا صاحبي على دماغك. ماشي يا لو صاحبي. انت محتاج اي حاجه على دماغك. ماشي يا صاحبي. حبيبي يا صاحبي. خد يا صاحبي. ايوه. خد يا صاحبي. يا صاحبي. خد يا صاحبي. يا حبيب قلبي. خد كده يا سيدي. امسك آخد كده. السكه. عايز اقول لك على حاجه. قول يابا. شايف الشنطه اللي على صدري دي؟ اه دي فيها كاميرا واحنا بنصور فكره انسانيه. والله. اه والله ما شاء الله، انا شكيت فيك والله من الاول. كنت عايز اقول لك كده انت لابس يعني انضف مني واحسن مني. كنت عايز اقول لك انت مش منظر شحات، ده انا اللي جنبك شحات. طب عايز اسالك على حاجه. اتفضل. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ اللي خلاني اعمل كده اللي انت قلت لي صاحبك تعبان بس في المستشفى. ايوه. انت قلت لي انا صاحبي تعبان في المستشفى وانا عايز اجيب له كيلو جوافه ولا كيلو برتقال، فانا عادي يعني مفيش فيها مشكله. وبعدين انت تديني بقى حقهم ما دام هديك حقهم طبعا. طبعا كده هديك تدينا حقهم. حقهم. هديك ادام حقهم. اتعبوا مش هيرجعوا. هديك حقهم. حبيبي. انت يابا شاب شهم، انت اسمك ايه؟ اسمه اشرف يا برنس. مكانك فين يا عم اشرف؟ كان في شارع 10 قدام جامع الفتح يا برنس. حبيبي يا عم اشرف، فرصه سعيده وانت شاب